خبرنا الأخير يدعو للحيرة، فقد رفض مقيم مصري في الرياض بيع سيارته التي لا تتجاوز قيمتها السوقية ل 12,000 ريال سعودي بمبلغ تجاوز 3 ملايين ريال بسبب رقم اللوحة المميز. وقال هشام الببلي في تصريحات خاصة بالسعودية هذا المساء أنه يتلقى يوميا سيلا من طلبات الشراء عند كل إشارة وشارع يسلكه، قائلا أنه لن يفرط بالسيارة ولا بالرقم الذين يهداهما إياه صديقه السعودي بعد 16 عاما من العشرة رغم ضغوط العائلة وبقية الأصدقاء. المبلغ اللي تبغاه قول لهم مش للبيع، وبيتصلوا بي الى الان لحد امبارح امس لحد امس انسامت بكم؟ انسامت ب 3 مليون و200. امس ادعي لنا بان ربنا يستر علينا. طيب الله يستر عليك، بس 3 مليون وطالب الستر كمان يا عمي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على النعمه. القصة مفصلة نقدمها لكم في نشرة الغد، ونعود مباشرة إلى الزملاء في دبي. إذا سوف نكون بانتظار هذه القصة. شكرا لك فهد. طبعا شكرا لك مرة أخرى فهد، وأنتم مشاهدينا فاصل إخباري ونعود.